سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا دايما بخير وكاع نتلاقاو في الخير. هنا جبت لكم وصفه سهله تقليديه عاصميه محضه 100%. هنا في الاول حبيت نبل كسره تاع رقصاص، حطيت البصله والثوم في الروبو. هنا حطيت في لاكوكوت مغرف تاع السمن ومغرف تاع زيت المائده. بعد ما لحيت البصله فرغتها، نحطوا لها شويه دوات ملح كركم فلفل الكحل فلفل الابيض راس الحانوت والكزبر، نحطوا كامل يتقليو مع بعض. هنا نزيدوا دي رونديل تاع زروديه كما تعرفوا المرقه البيضاء، معدنوس، ونكثروا شوي معها لي غاسين جذور باسكو يطلقوا البنه بزاف، ونحطوا كلشي يتقلى على نار قليله. يعني هذه الاكله والله اكله قديمه وما كما نقولوا ما نكرهوش منها مره، على قد ما نديروها نبقاو دائما نحبوها، بنينه هايله. هنا عندي روز كنت غليته في الماء شويه واحد 10 دقائق، صفيته روز بسمتي اكيد. عندي كميه تاع فيون داشي لحم مفروم، زدت له شويه شوفان 2 مغارف تاع ماكله، حطيت شويه بصله ثوم بيضه معدنوس لي زيبيس البهارات اللي درتهم في الكوكوطه هما اللي نفسهم اللي نديرهم فيهم ونخلطهم. هنا بعد ما غسلت الفلفل ونشفته وفرغته نملحوه من الداخل باش ما يجيناش صامت، ونحشيوه هو البطاطا نديرو دي بولة دو فيون داشي. هنا لا عندكم جريوات ثاني ديروا، انا ما ندير جريوات هنا اليوم ما كانتش عندي خلاصت لي. ثم تحبوا تزيدوها نقليوهم كما راكم تشاهدوا، ياخذوا تحميره مليحه. هنا بعد ما قليناهم نحطوهم في لاصوص، نديروا الصوص قليله برك بنتينا شوي مجمره. نحطوا البطاطا والجريوات اللي درتو حطوها ثاني، ونحطوا لي بولات الفلفل برك ما نحطوش. هنا نحطوا البطاطا اللي نحيناها من النص تاع اللي فرغناها، اكيد ما نطيشوهاش، نحطوها في لاصوص باش تخثر لنا المرقه. كما قلت لكم الفلفل برك ما نحطوهش، بعد ما نقليوه نخليوه جوست نبقاو نحطو كما نقولوا تقديم او مومون دو سيرفير، نعودو رايحين ناكلو. حطوا هذا الاخر الوصفه هذه الطبق هذا الرائع يعني الاصيل، حطوه في طبسي وفي اخر لحظه نحطوا الفلفل. هنا هذه كسره رخصاص احنا نسميوها في جوي. هنا بعد ما طيبتها وطرفتها حطيتها في الطبق ولا كوربيه كما راكم شايفين. شوفوا المنظر تاعها شهي ولا غير جاتو ماشي كسره رخصاص. ها وهنا جات تقديم بعد ما طابت كما قلت لكم. الفلفل هو اخر حاجه نحطوها باسكو تحطيه في المرقه وذاك بعد يترخف ويروح مره يذوب، حطوه في اخر لحظه. نديروا له شويه قارص وشويه معدنوس، وهذا الطبق اكيد يتماشى مع كسره رخصاص اكثر. شهيتكم في كما نقولوا في الجنه، شهيه طيبه. ما تنساونيش دائما بالدعم تاعكم وتعليقاتكم الباهيه. شوفوا المنظر تاعها يشهي، يعني طبق قديم بصح مازلنا نديرو حتى لدرك كما نقولوا طبق عاصمي اصيل معاصر يمشي معنا نتخلص الدنيا. والبنه ما نحكي لكمش هايله.